ربنا سبحانه وتعالى مش هيوفيها، لانها كانت من الناس اللي وقفوا جنبي جدا في بداياتي، وكانت بتخليني احضر محاضرات في المعهد، محاضرات سنه اولى وانا في بداياتي. وعايز اقول لكم ان انا استفدت جدا جدا، وكنت هتشرف، وكان هيبقى شرف كبير جدا ليا ان انا اكون خريج المعهد ده. المعهد ده معهد عظيم وطلع فنانين عظام، انا اشتغلت معاهم وده شرف ليا برضو. في شخص تاني مهما اتكلمت برضو مش هقدر اوفي له حقه، والدكتور اشرف زكي. الراجل ده لو كان اي حد احتاج حاجه فعلا في اي وقت، الصبح بالليل في الفجر، كان بيلاقيه ظهره وكان بيلاقيه بيساعده. مش عايز اقعد اشكر كتير، بس فعلا ده شرف ليا ان انا اكون موجود دلوقتي. انا يمكن قليل الظهور قوي في المناسبات وكده، بس لما عرفت ان التكريم ده في المناسبه دي في المكان ده، انا كنت من اول الناس اللي قلت انا لازم اجي هنا، لان انتوا في مكان عظيم وفي صرح عظيم، واتمنى لكم التوفيق يا رب، ويطلع منكم فنانين ياخدوا حظ احسن من اللي انا خدته بكتير كمان. انا متشكر جدا. شكرا للفنان احمد عز. بعد اذنكم انا بقى الطلعه دي بقى بتاعت مهران. يلا اتفضل يا بقى احمد عز. ماشي يا ابن المحظوظ. هو بقى ياخد ايه؟ هي الليله النهارده عيون خضرا كلها. والان مع نجمه جميله قوي. جميله جدا، جميله الجميلات في الصباح وفي المساء. لما تشوفها تحس انك عايز تاكل حمص حلاوه، هي حاجه كده زي التفاح. مع تفاح السينما المصريه ليلى علوي. مساء الخير. انا بحب القاعه دي جدا، وفعلا غنينا كلنا فيها حمص وحلاوه. في سمع عروس وعرفت فيها عروس كتير، استمتعت بيها وتعلمت منها. وتكريمي النهارده شيء خاص جدا بالنسبه لي. زي ما انتم عارفين انا مش خريجه فنون مسرحيه، بس انا اتعلمت من وانا عمري 14 سنه لما ابتديت تمثيل في فيلم البؤساء من اساتذه من فنون مسرحيه، واول ما اشتغلت مسرح مع الاستاذ جلال الشرقاوي. وكل وعمل لي اختبار ل8 شخصيات نسائيه وانا عمري 16 سنه. يعني انا اتعلمت من هنا ومارست مهنتي مع كل زمايلي برضو خريجين فنون مسرحيه، وان شاء الله المستقبل مع طلبه فنون مسرحيه. وانا النهارده حاسه ان انا بتكرم من اهلي واصحابي وزملائي وعشره عمري وعشره المستقبل اللي جاي ان شاء الله، اللي انا متفائله بيه جدا معاكم. وان شاء الله هتفضل مصر ام الفنون للعالم وللوطن العربي كله بيكم وبتاريخها الجميل اللي انا اتعلمت منه، وسعيده ان انا بقيت فيه ومتشرفه جدا بكده. بحبكم قوي. والان تتفضل الاستاذه الدكتوره سميره محسن. مساء الخير وكل سنه وانتم طيبين.